السلام عليكم، اهلا بيكم في المحاضره الثامنه اللي هنتكلم فيها عن ازاي تعمل خطه محتوى لمتجرك الالكتروني او على السوشيال ميديا. المفروض ان احنا في المرات اللي فاتت اتكلمنا عن حاجات كتيره وتفاصيل كتيره، ودلوقتي جينا للجزء بتاع البلان اللي نقدر نعمل من خلاله خطه المحتوى اللي احنا عايزين نعمله. اول حاجه بعد ما شفنا ازاي بنبص على المنافسين وبنبدا نشوف هم بيعملوا كونتنت ازاي، المفروض ان احنا كمان حددنا المنتجات بتاعتنا اللي احنا المفروض هنتكلم عنها او المفروض ان احنا هنصورها. خلاص، فاحنا بعد ما حددنا المنتجات بعد كده هنبدا نحدد حاجه اسمها الانجل او الزاويه بتاعه التصوير، مش عارف اسمها ايه، او التموضع بوزيشننج. عندنا شويه تفاصيل زي كده، دي حاجات كلها محتاجين ان احنا نحددها. بس خلينا الاول في ان احنا نحدد المنتجات ونحدد الزاويه دي يعني ايه، او الانجل دي يعني ايه. خلينا اقول لكم ان هي باختصار شديد ان انا بقول اللي هيشتري المنتج هيشتريه من انهي زاويه او من انهي نظره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني خليني اقول لك على حاجه. دلوقتي مثلا تعالى نفترض افتراض دي شمعه ايه، اوكي، شمعه دي بتنور، تمام. دلوقتي انا ممكن ابيعها كلعبه للاطفال، لعبه بتنور، الطفل هيلعب بيها، فهي بتنور، خلاص الطفل ايه هيلعب بيها، فهي كده ده انجل اسمه ان انا ببيعها للطفل اللي هيلعب بيها. كده خلاص انا الانجل بتاعتي ان انا هبيعها مين؟ هبيعها للطفل. طب الطفل ده صغير ولا كبير؟ لو الطفل ده سنه صغير يبقى اذا انا هخاطب الامهات، فانا هكتب الكونتنت بتاعي من نوعيه لعبه كويسه للاطفال يقدر انه ينورها، يلعب بيها، يدحرجها، اي حاجه من الحاجات دي كلها. وممكن ابيعها للناس اللي بتتجوز، ديكوريشن للشقه مثلا، حاجات ديكورات، فاقدر اقول له ان انت دي شكلها حلو في الديكور، تتحط في رف، تتحط على مكتبه، حاجات زي كده. اقدر كمان ابيعها بقى بطريقه مختلفه خالص، اقدر ابيعها مثلا لعريس وعروسه بيقضوا وقت رومانسي مع بعض مثلا، فاقدر اقول ان هي سهريه، حاجه بسيطه. اقدر ابيعها كمان بزاويه مختلفه، انها للناس اللي ما بتعرفش تنام في الضلمه، اختيار جيد، بتطلع نور مثلا بسيط وجميل وهكذا. فكل ده في الشمعه اللي بتنور. وقيس على كده اي حاجه، يعني تعالى نفترض حاجه احنا هنبيع حتى مسحوق غسيل. ممكن تبيع مسحوق غسيل ده من حيث فكره ان هو موفر، ممكن تبيعه من ان هو جميله جدا، من هو بينظف، من هو الثلاثه. المهم ان انت بتختار الزاويه اللي هتبيع بيها المنتج بتاعك. هل الاختيار ده بيتم ازاي؟ الاختيار ده بيتم بناء على حاجات احنا قلناها، بناء على البحث اللي احنا بنعمله، سواء البحث كمي او نظري، وان احنا نشتغل على الفليكس كامبين ونبدا نشوف النتائج بتاعتنا انهي اللي باعت. احنا عايزين ان احنا نبدا نقسمهم في جدول. احنا هندي طبعا امثله على البرودكت اللي احنا هنختاره، ولكن هنا بتكلم على ان احنا عايزين مثلا نقسمهم في جدول. فليكن الشمعه دي زي ما احنا ضربناها المثال، خلونا نعمل الجدول مع بعض. احنا جينا هنا عند الشيت بتاعنا، هنيجي هنا والله ابدا اقول مثلا انا هنا عايز الايه المنتج، وهنا هكتب الانجل اللي هي الزاويه، وهنا هكتب محتوى، وهنا هبدا اكتب الكول تو اكشن بتاعتي. طبعا احنا هنزود هنا حاجات في كتير، ولكن يعني خلينا مثلا اقول هنا الشمعه. طب ايه الانجلز بتاعته؟ عندنا مثلا اول انجل اللي هو تنفع في الديكور. هنا مثلا نقدر نقول لعبه للاطفال. اقدر هنا كمان اقول مثلا ان هي رومانسيه. انا لما اجي هنا بتكلم عن الشكل ده، هل الكونتنت اللي هكتبه ده زي ده زي ده؟ لا، الوضع مختلف. فمثلا هاجي عند المحتوى اكتب ايه تنفع في الديكوريشن مثلا، يبقى هنا انا عايز اقول ايه شمعه شكلها جميل وحلو للشقق. لعبه للاطفال هقول مثلا لعبه هتنمي مهارات وحواس طفلك. هاجي مثلا في الرومانسيه هقول مثلا عيش جو الرومانسيه مع احبابك او مع حبيبتك او مع حبيبك على حسب. خلاص، الكول تو اكشنز مثلا هنا نسيت ايه اشتريها دلوقتي. هنا نتكلم الاب فهنقول مثلا ايه اطلبها لابنك عشان هي دي كلعبه. هنا هنقول عيش جو رومانسيه مع حبيبك مثلا، فهنقول ايه ان احنا بنكلم الست، ممكن نقول لها ايه اطلبها الان او اطلبيها الان. خلاص، دي كده الكول تو اكشن بتاعتها. طب كل حاجه من دول تنفع ليها؟ كل حاجه من دول ينفع ليها كذا حاجه. احنا هنا مره بنكلم البنت، احنا ممكن نيجي نعمل هنا كمان ونكتب المحتوى للاثنين، ونكتب هنا كونتنت مختلف. الكونتنت المختلف اللي احنا نقدر نكتبه ان مثلا اعمل زوجتك جو رومانسي، او جو اللي بتتمناه، اسبقها مثلا في خطوه. فساعتها انا لو هعمل كونتنت زي كده هيبقى طبيعي ايه؟ هيبقى طبيعي اللي هو اطلبها دلوقتي، او اشتريها، او هنبعتها لك، او معاها هديه وكذا وكذا. فالانجل دي اللي احنا بنحددها بتبدا تخليني اخد تفاصيل كتيره جدا عن المنتج بتاعي انا هشتغل بيه ازاي. ولازم هنا نكون بنتكلم عن فكره ان انت المنتج بتاعك يبقى لشخص واحد بس. يعني ايه لشخص واحد بس؟ يعني ما تحاولش تبيع الانجلز دي كلها، لان مش منطقي. الشخص اللي هتكلمه هنا غير اللي هتكلمه هنا غير اللي هتكلمه هنا. حاول تشتغل على انجل واحده بعد ما تجربهم كلهم وتبدا تشوف المنتج بتاعك هيتباع بانهي انجل من الانجلز دي. طبعا انت لو محدد من الاول الحاجه بتاعتك هتتباع ازاي فتمام. روحوا اتفرجوا على السيشنز بتاعت الاستراتيجي، كنا اتكلمنا ان انت بتحدد مشكله واحده وبناء عليها بتبدا تكمل في الكونتنت بتاعتك. فتعالى نفترض دلوقتي ان المشكله اللي احنا المنتج ده بيعالجها ان المنتج ده مثلا بديل رخيص للشمع، وفي نفس الوقت بيعمل جو رومانسي وجو. اذا يبقى انت لو هتبيع بالانجل دي ان هو ان واحد ممكن يشتريها زوجته
صورته علشان يعمل لها هديه او جو رومانسي، ممكن تبيع معاه الالعاب بتاعه ازواج مثلا، ممكن تبيع معاها ورد، ممكن تبيع معاها بوكس شوكولاته. دي كلها حاجات بتبدا ممكن تساعد تعمل بندل زي ما احنا قلنا في موضوع التسعير، ان انت ممكن اروح اشتري البتاعه دي بسعر عادي ولكن انا ممكن اشتريها منك بسعر اغلى بسبب الفاليو اللي انت بتقدمها. فممكن الفاليو اللي انا بقدمها ان البيج دي انا واثق فيها، انت بتدي له فكره للعيد ميلاد، بتدي له بالون بتغلفها له في تغليف كويس جدا تنفع كهديه، بتدي له تفاصيل كتيره، المهم يعني ان انت بتساعده. فهنا الفاليو اللي بتبقى موجوده. انا دوري ايه؟ دوري ان انا خلاص بعمل حاجه زي كده وبعدين ببدا اقول والله انا الكونتنت الفلاني ده صرفت عليه 200 جنيه، وده مثلا صرفت عليه 200 جنيه، ده صرفت 200، ده صرفت 200، والله ده جاب لي مثلا 5، ده جاب لي 6، ده جاب لي 10، ده جاب لي 3 كده. يبقى اذا انا ببدا اشوف مين الافضل او افضل 2 وابدا ان انا خلاص بكمل بالانجل دي طول ما انا شغال. طبعا انا كل شويه بتست مره واثنين وثلاثه لحد ما انا اقدر اوصل وابدا، وفي انجلز من دول هبدا احس ان انا حاببها واشتغل عليها اكتر وجايبه معايا نتيجه. طبعا هي لو زيرو مش هحبها اكيد يعني، ولكن تبقى جايبه معايا نتيجه. بناء على التحاليل اللي احنا بنطلعها دي بنقدر ناخد الخطوه اللي بعد كده في كتابه المحتوى بتاعنا. خلاص احنا كده عرفنا وفكرنا ازاي نكتب المحتوى واخترنا عليه. نيجي بقى للنقطه الثانيه، ترتيب المحتوى. خليني كده اقول لكم على حاجه لطيفه. انا عايزك في البدايه عشان بس ما تبقاش محتار، عايزك ترتب المحتوى بتاعك لثلاث حاجات. اول حاجه لازم تتكلم عنها هي معلومات، مش معلومات عن المنتج بتاعك، لا معلومات تفيد اللي ممكن يشتري منك. وتفيد اللي ممكن يشتري دي معناها ان ده السبب اللي هيخلي حد يتابعك. انا مثلا لو بتفرج على زي ما احنا قلنا الكونتنت ده، لو بتفرج مثلا على بيج انا متابعها بتبيع شمعه عاديه، لكن انا لو مثلا لو اتفرجت على، انا راجل متزوج واتفرجت مثلا على البيج دي اللي بتنزل نصايح عن التعامل مع المراه، نصايح مع الزواج، وهي متابعاها واحنا مش عارفه ايه، حاسين البيج لطيفه بتنزل كونتنت لذيذ نصايح وحاجات زي كده، خلاص انا هتابع. فهو ده الفكره من معلومات تفيد الناس اللي انت تقدر تبيع لها او تقدر تتابعك، ودي الحاجه اللي بتزود الانجيجمنت. ده اول نوع. النوع الثاني انك تبين الحل اللي المنتج بتاعك بيقدمه. دي يعني مثلا زي ما احنا قلنا اتكلمنا، والله الشمعه مثلا بتحل ان هي سريعه ولطيفه وبديل جيد للشمعه، ممكن تكون بتطلع ريحه مثلا كويسه، ممكن مثلا نورها ما بيخلصش على طول، امنه، ما بتسببش حرايق، حاجات كتيره وبتدي نفس الضوء الخافت. كل دي حاجات الشمعه دي بتحلها، مشاكل اللي بتحلها. حد ما بيحبش الشمعه، الدخان بتاع الشمعه بيضايقه، حد مثلا لو قاعد في تكييف، لو هو مش عارفه ايه ممكن تحصل مشكله، فما فيش مشكله ان احنا نبدا نتكلم عن ده. فهنا لازم تبين المشكله اللي عند الناس علشان يبقوا اوير بيها وعارفينها، وتبدا تقول لهم ان المنتج بتاعنا ده هو اللي بيحل المشكله اللي انتوا بتبقوا موجودين فيها. النوع الثالث ده بقى اهم نوع، وهو البيع المباشر. ده بقى اللي كل الناس بتعرف تعمله، يعني اللي هو فكره ان انا خلاص بكتب ده نازل منتج، المنتج ده الفلاني بقدر ابيعه بالطريقه دي وهكذا. ده كده النوع المباشر او البيع المباشر بتاعنا. دول الثلاث انواع من المحتوى اللي انا عايزك تعملهم. والله عرفت تعمل 12 اعمل، عرفت تعمل 20، المهم ان انت تقسمهم على قد ما تقدر بالثلاث انواع دول بشكل اساسي، اكتر في اقل في اقل. لو انا هعمل 6 مثلا يبقى ده 3 3 و2 و1، ده بالترتيب بتاعنا، بحيث ان يبقى الحاجات اللي بتتابع الناس اكتر. الناس خدت بقى شكل الكونتنت ده وبدات تشتغل عليه اكتر، مع الوقت هتبدا انها تثق فيك وتشتري منك باذن الله يعني. نيجي بقى لعدد البوستس اللي موجوده. عدد البوست اللي موجوده بعيدا عن ان انا جربتها، بس انا لما كنت نزلت فيديو قبل كده الناس قالت لي الارقام دي مش منطقيه وبتاع مش عارف ايه، بس عايز اقول لكم على حاجه. بصوا انا جايبها لكم منين بقى، بصوا هوت سود ايه، واكتر ويب سايت اصلا بيقدم معلومات. الراجل بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ان انت على الانستجرام تقدر تشتغل من 3 ل 5، الستوريز تنزل 2 في اليوم، ده هنا طبعا من 3 ل 5 في الاسبوع. الفيسبوك تقدر تشتغل من بوست ل 2 في اليوم، مش 12 لا يعني فاهم، من 1 ل 2 في اليوم. تويتر لو انت بتشتغل عليه، لينكد ان، تيك توك، بنترست، وهكذا. دي طبعا انسايتس مثلا الحاجات اللي بتبقى موجوده، مده التكرار بتاعها في خلال اسبوع. طبعا الحته بتاعت تيك توك دي بقى مستغربه شويه بس يعني تمام. المهم يعني ان الناس دي بتطلع الانسايتس بتاعها موجوده. هسيب لكم اللينك بتاع المقاله دي لانها مهمه جدا جدا ان انت تقراها وتبقى عارفها، فهسيبها لكم لينكها في الديسكربشن تحت علشان تبص عليها بصه. خلاص احنا كده عرفنا عدد البوستس اللي موجوده واللي نقدر نعملها. عايزين بقى نبدا نشتغل في الانواع دي. عايز احدد انواع الكرييتيف بتاعتي اللي انا هشتغل عليها، دي هناخدها في المستقبل. عايزك برضو تحدد نوع الكرييتيف بتاعك لثلاث حاجات، ثلاث انواع من الكرييتيف. واحد، صور على الطبيعه، او خلينا نقولش صور، خلينا نقول مثلا طبيعه، حاجات اللي هي النورمال طبيعه، وجزء احترافي، وجزء 3 ميكس. دي مثلا يعني لو احنا بنتكلم عن صور، مره تصور منتج على الطبيعه بالموبايل من غير اي حاجه، يعني في شارع مثلا على الطبيعه. مره تانية المنتج يكون موجود في ديزاين، موجود في تصميم. مره ثالثه المنتج متصور بشكل احترافي. نفس الكلام في الفيديو، ممكن مثلا الفيديو يبقى مره انت شغال على الفيديو بتاعك، مره تصوير من الموبايل بشكل عادي كانك بعته لواحد صاحبك
صاحبك، مره انت مش ظاهر والفيديو فيه مونتاج وفيه ومره الفيديو بشكل احترافي. عشان الحاجات دي كلها نبدا نقيس ايه افضل الحاجات اللي بتبقى موجوده او جابت نتائج، وهنبدا نشتغل ونكمل عليه. خلاص احنا خلصنا، عرفنا السيشنز بتاعت الاستراتيجي اللي انتوا هتبصوا عليها ان شاء الله لما احنا اتكلمنا عن العروض وافضل كول تو اكشنز والحاجات اللي زي كده وفهمناها، وعرفنا كل نوع عرض المفروض يتعمل، وان احنا بنبقى مجهزين الكالندرز بتاعتنا من قبلها. طبعا الستوري هدفها بالنسبه لنا حاجتين: عرف الناس اكتر عليك وكلمهم عن البرودكت بتاعتك، كلمهم عن نجاحاتك، قول لهم الحاجات اللي يحسوا فيها ان احنا صحاب. اعتبر ان انت بتكلم واحد بس، والواحد ده هو اللي انت عايزه يعجب بالمحتوى بتاعك. يعني ايه الكلام ده؟ فاكر انت زمان مثلا لما كنت بتبقى معجب بشخصيه معينه ولا بنت، تبص على الكونتنت بتاعك او تبدا تشوف الستوري بتاعتك، تبدا تنزل الستوري، مش مهم اي حد في العالم يشوفها غيرها هي. نفس الفكره دي، عايزك تعتبر ان الجمهور بتاعك واحد بس، هو اعتبره شخص واحد، والشخص الواحد ده هدفك ان انت دايما تنزل الكونتنت اللي تحس ان هو بيشده ويعجب. لحد هنا كده احنا اتكلمنا عن الكونتنت اللي المفروض ينزل بشكل سريع، والمحتوى والتقسيمه بتاعته، لان ده جزء مهم جدا. انت دورك تعمل ايه؟ دورك تعمل جدول زي ده، تبدا تجيب المنتج، كل منتج من المنتجات، وتبدا تشوف انا المنتجات ايه الانجلز اللي انا هتكلم عليها، وبعدين تبدا تكتب المحتوى والكول تو اكشنز بتاعته. وبعد كده تقول بقى والله ايه فكره الديزاين، فكره التصميم، وهل مثلا هو فيديو؟ طيب لو فيديو ايه نوع؟ هل سكريبت ولا ستوري تيلينج ولا ايه نوع الفيديو؟ وهكذا. وتعمل ميكس ما بين كل الانواع بتاعه الكونتنت اللي موجوده. طبعا مش عايز اوصيك ان انت تشتغل كاروسيل عادي على انستجرام وتشتغل بشكل كبير، ولكن ده بشكل اساسي البلان بتاعه المحتوى اللي احنا نقدر ننزلها ونشتغل عليه. لحد دلوقتي احنا خلاص خلصنا المحاضره بتاعتنا، ان شاء الله نبقى منتظرين منكم جدول زي كده. لو في استفسارات هتلاقوها في الجروب بتاعنا، وكل سنه وانتم طيبين، وشكرا بجد على ان انتم متابعين معانا يعني. فنراكم على خير ان شاء الله في مره ثانيه. يلا سلام.